بفتح التيك توك لقيت ده في وشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد أبو بدر في كلمتين مختصرين لوجه الله. أنا بقلب في التيك توك عادي زي كل الناس، لقيت الفيديو ده قدام حضراتكم زي ما احنا هنشاهد دلوقتي. يا سيادة الريس، أنا ابنك مش عارف يعيش زي بقية الشباب يا ريس. الشاب ده عنده متلازمة معرفش اسمها ايه، أنا مش طبيب، ولكن المتلازمة دي موجودة فيه، بيعمل حركات تلقائية زي ما احنا شفنا في فيديو بالظبط. طبعا انا زيكم للوهله الاولى فكرته طبعا ان هو بيشتغلنا او بيعمل ترند او بيعمل حاله نادره عشان خاطر يكسب تعاطف الناس، فدخلت عنده في اللايف عشان اتاكد فلقيته كده. فصلت بدل ما افصل الجولة فصلت خالص. ايوه. المهم انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. طبعا اللي انا عرفته او من واقع مشاهدة الفيديوهات، الشاب كل ما بيكون هادي نفسيا او مستقر او اعصابه هاديه، الحركات دي بتتلاشى واحده بواحده او بتهدى واحده بواحده. من الساعه كام؟ يعني بقالي داخل على ساعة. اتكلمت عن المتلازمه بتاعتك، متلازمه توريت يا محمد، اتكلمت عنها وكده ولا ايه؟ بحاول اتكلم عنها والله وافهم الناس. زي ما حضراتكم شفتوا في الكومنتات تحت، ناس كتير بتعليقات كتير، وللاسف اغلبهم اطفال صغيره كاتبين له شخص ملبوس او ان هو عليه عفريت او حاجه زي كده. طبعا الشاب ده لو صادق في كل اللي بيقوله، الشاب ده احنا اللي هنساهم في تدميره، احنا اللي هندمره، احنا اللي هننهي على حياته للاسف الشديد باسلوبنا ده. ابنك مش عارف يعيش زي بقية الشباب يا ريس. وفي الفيديو ده كان بيخاطب سيادة الرئيس عشان خاطر المتلازمة اللي عنده أو المرض اللي عنده الدولة تساهم في علاجه. ابنك يا ريس مش عارف يعيش حياته زي الوهلة أنا هاخدك بس كده ببساطة شديدة. أنا كمحمد أبو بدر بطالب بحبس هذا الإنسان لو كاذب، هطالب بحبسه ونحبسه لو بيكذب او بيعمل ترند او بيدعي المرض ده، وهنطالب بعلاجه ونطالب ان كل الناس تقف معاه وتدعمه لحد ما يعدي الازمه دي. لو هناخد في بالنا لحظه ان انت وانا واي حد في الدنيا تتوقعه يقدر يكمل يوم بس بالمنظر ده، مستحيل. يا معالي الوزير الدكتور مصطفى مدبولي، ورب الكعبة يا ريس أنا بناشد بقالي سنة. المرض ده السادة الدكاترة طبعا تفيدنا أكتر فيه لا حول ولا قوة إلا بالله. طب والله لو الشخص ده صادق محد يقدر يستحمل اللي هو فيه 24 ساعة على بعضها. لازم كلنا نسعى ان الشخص ده صوته يوصل زي ما احنا سمعنا. الشخص بقاله سنة كاملة بيناشد عشان خاطر الدولة تتدخل في علاجه وتلاقي علاج للمتلازمة بتاعته. طبعا احنا ولا اول مرة سمعنا عن ضمور العضلات، مصر كلها عملت حملة تبرعات عشان حقنا 140 مليون. تعالى النهاردة في مصر في 5 أو 6 أو 7 أو 10 حالات ضمور عضلات. فاحنا المرض لو احنا سبناه والشخص لو احنا سبناه، ممكن بكره اخوك او اختك او اي حد يخصك وتحبه تلاقيه بالمنظر ده، انت نفسك عمرك ما هتستحمل. شاب زي بقية الشباب بس مش عارف أعيش زي بقية الشباب، فأنا بطلب من معاليك يا ريس إن حضرتك تخلي حد يرد عليا. أنا عندي متلازمة توريت يا ريس، يعني مش عارف ولا عارف أشتغل ولا عارف اعيش حياتي زي اي شاب طبيعي. طبعا كالعاده الناس اللي متابعانا من زمان مستحيل او كالعاده ما بقولكوش اعملوا شير لاي فيديو، اللي عاوز يعمل شير يعمل، ولكن في الحاله دي انا اتمنى بجد والله ان صوت الشاب ده يوصل عشان حاجتين. الحاله الاولى يكون الشاب صادق ونقدر ان احنا نساعده بسرعه عشان الموضوع ما يتطورش معاه ومع غيره،
والحالة التانية ان يكون الشاب بيعمل ترند زي ناس كتير قوي خلت الكذب حقيقة والحقيقة كذب، وفي الحالة التانية دي ياخد عقاب. نتمنى ان صوت الشاب يوصل في الحالتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.